اتفرجت على فيديوهات كتير عن الدفاع عند يوتيوبر ومحترفين لدرجة انك حفظت كل الكلام اللي بيتقال، انك تعمل سويتشات سريعة وتقفل مساحات التمرير، وفي الاخر كل مرة تدخل تلعب عشان تطبق الكلام ده تلاقي برضه دفاعك بينهار ومش قادر تطبق ولا كلمة من اللي بيقولوها. لان ببساطة محدش بيقولك ازاي تطبقها، لان مشكلتك مش في المعلومة، مشكلتك في طريقة التنفيذ. والنهاردة هفتح لك صندوق أسرار، مش أسرار عادية، دي أسرار حتى مش بتتقال في الكورسات المدفوعة عند المحترفين. فخليك مركز في كل كلمة هتتقال النهاردة، لأني أوعدك هتسمع حاجات عمرك ما سمعتها قبل كده، وهتخرج من الحلقة دي مش بس بتعرف تدافع زي المحترفين، انت هتكون أسطورة في الدفاع. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ وتعالوا نحكي القصة من أولها. في البداية عاوزك بس يا صديقي تبقى فاهم حاجة مهمة، أساسيات الدفاع ما بتتغيرش من جزء للتاني. من أول ما اخترعوا في فيفا حاجة اسمها أونلاين لحد النهاردة، وأساسيات الدفاع هي في كل نسخة، إنما اللي بيختلف في كل جزء هو الهجوم وطريقة تسجيل الأهداف. وانا عارف ان اغلب الناس بدأت تطفش من فيفا 25، لاننا في اخر شهرين في اللعبة والنسخة الجديدة خلاص قربت تنزل. بس صدقني اللي هتتعلمه النهاردة في الفيديو ده مش بس هيفيدك في 25، ده هيدخلك 26 من اول يوم وانت اسطورة في الدفاع. ناس كتير بتقول ان الدفاع صعب، بس الحقيقة لأ، الدفاع اسهل بكتير من الهجوم. وده لان الهجوم محتاج منك انك تعمل بلاير لوك وتايم فينش ومهارات وطرق مختلفة للتسديد، عكس الدفاع قايم على قاعدتين رئيسيتين لو فهمتهم وطبقتهم كل حاجة بعد كده في الدفاع هتكون سهلة. القاعدة الأولى، ما تبصش على الكورة وركز على الملعب كله. أيوة زي ما سمعت، أول قانون في الدفاع إنك تنسى الكورة وما تبصش عليها، لأن الغلطة اللي 99% من لعيبة فيفا بتعملها إن عينهم بتتثبت على الكورة طوال الوقت. وده طبيعي، مش انت عاوز تقطع الكورة؟ طبيعي تفضل تباصص على الكورة. بس صديقي لازم تبقى فاهم يعني ايه دفاع. الدفاع في فيفا مش انك تروح تقطع الكورة، الدفاع انك تجبر خصمك ما يلاقيش مكان يلعب فيه الكورة. فانت هنا خلي بالك، لما عينك بتبقى على الكورة مخك تلقائيا بيعمل زوم على مكان واحد وبيسيب الملعب كله. يعني انت شايف اللاعب اللي مع الكورة، بس مش شايف اللعيبة اللي بتجري في العمق، ولا شايف صانع الألعاب اللي داخلك من نص الملعب وانت مش حاسس. فطبيعي مش هتعرف تتوقع الباص اللي جاي بعد ثانيتين. وهنا يكمن السر، لو عينك على الملعب كله مش على الكرة بس، مخك بيبدأ يعمل حاجة اسمها pattern anticipation، يعني بيبدأ يتوقع الباص قبل ما يحصل ويبدأ يبعت لك إشارات، روح اقفل المساحة دي، مش تروح تضغط على الكورة. عاوزك بعد الفيديو ده تروح تجربها في ماتش واحد، وخلي عينك على الملعب وشوف تمركز لعبتك وتمركز لعبة الخصم، وما تبصش على الكورة خالص، وشوف ايه اللي هيحصل. ساعتها هتفهم ان الدفاع الحقيقي مش محتاج ضغط، انما محتاج رؤية. القاعدة التانية، اقفل العمق وسيب الطرف. وقبل ما اشرحها لك خليني اسألك سؤال، هي الخطورة بتحصل فين؟ على أطراف الملعب ولا في العمق؟ بص يا صديقي، العمق ده اسمه منطقة العمليات، يعني أي تمريرة واحدة من العمق أو لوب ما بين المدافعين أو ثرو مهاجم الخصم هيروح انفراد من لمسة واحدة. أما الأطراف أقصى حاجة الخصم ممكن يعملها يشوط في نس أو ترافيلا. حتى الناس اللي كل هجومها من على الأطراف لازم يرجع تاني للعمق، لان زي ما قلت لك العمق هو منطقة العمليات ومفتاح اللعب. فانت لو فتحت العمق انت كده انتهيت. طيب تطبقها ازاي؟ دايما خليك مركز ان الاتنين محاور بتوعك يكونوا قريبين من بعض، يعني ما تروحش تضغط بالمحور بتاعك على لاعب الجناح وتسيب المحور التاني لوحده، لان خصمك لو قوي هيشوف الثغرة اللي انت فتحتها في العمق، وفي اقل من ثانية هتلاقي الكورة في المكان الفاضي ده. الصح انك تفضل مقفل العمق واقفل كل زوايا التمرير وسيب الخصم يلف حوالين نفسه على الخط، ودايما حاول ترجع صانع الالعاب يساعدك في التقفيل.
اللي هيحصل هنا هو اللي هيرجع لك الكورة بنفسه، هيباصي باص غلط، او هتفضل تضيق عليه مساحات لحد ما تنقض عليه وتقطع الكورة في الوقت المناسب. وعلى سبيل المثال شوف اللقطة دي، هوقفها لك وهسيب لك كام ثانية تفكر فيهم وتقول لي هتتصرف ازاي. اجابتك غلط يا صديقي، لانك قلت انك هتقفل على الجناح، وانا قلت لك يا صديقي اقفل العمق وسيب الطرف. الاختيار الصح هنا انك تقفل على اللاعب اللي في عمق الملعب اللي هو صانع الالعاب، لان بكل بساطة لو ركزت على المشهد كله هتلاقي ان الجناح والمهاجم بتوع الخصم قدامهم فدان يعملوا فيه مرتدات، وهنا الخصم لسه ما شافهاش، فانت لو رحت قفلت عليه الجناح هو مش هيبقى قدامه فرصة غير ان هو يباصي للعمق لصانع الالعاب يعني. ولو هو عمل الباص هنا هو شاف كل المساحة دي، وكمان هو لو اصلا لعيب فهو شايف المساحة دي من بدري، فهو المفروض يعمل باص لصانع الالعاب ويعمل ثرو لوب من اول لمسة. عشان كده بقولك ركز انك تقفل العمق وتسيب الطرف، حتى لو لسه عينك مش واخدة على المشهد كله اسمع كلامي، اقفل العمق وسيب الطرف. دلوقتي انت عرفت اهم قاعدتين في الدفاع اللي هما ما تبصش على الكورة وبص على الملعب، واقفل العمق وسيب الطرف. لازم تحفظهم كويس لانك مش هتقدر تطبق اللي بعد كده غير لما تطبق القاعدتين دول الاول. تعالوا بقى ندخل على اكبر مشكلة بتقابل لعيبة فيفا، وهي تغيير الاشارات، وان دايما الاشارة بتروح على لعيب غلط وبتبقى فاكر ان المشكلة في اللعبة، بس الحقيقة المشكلة فيك انت، لان بكل بساطة بتستخدم الانالوج اليمين غلط، لانك بتبقى فاكر ان الاتجاهات في اللعبة هي اتجاهات الانالوج، بس الحقيقة يا صديقي ان تغيير الاشارة من لاعب للاعب تاني مش باتجاهات الانالوج، انما باتجاه جسم اللاعب. يعني تبص على اللاعب اللي عليه الاشارة وتشوف جسمه واخد اتجاه ايه، واللاعب اللي انت عاوز تنقل عليه الاشارة واقف فين بالنسبة له. ما فهمتش يا صديقي صح؟ تعال بسطها لك. تخيل اللاعب اللي عليه الاشارة واقف بزاوية، فكده يمينه وشماله مش يمين وشمال الانالوج، انما كده هيبقى يمينه وكده هيبقى شماله. فدلوقتي يمينه في 2 لعيبة، واحد فوق وواحد تحت. لو عاوز اللي فوق هتحرك الانالوج يمين فوق، ولو عاوز اللاعب اللي تحت هتحرك الانالوج يمين تحت. انما لو دوست يمين بس وخلاص الكمبيوتر هو اللي هيختار لك، وفي الغالب هيختار لك عشوائي اي حد فيهم. انما لو حركت الانالوج نفسه ناحية اليمين، يمين الانالوج يعني مش يمين اتجاه اللاعب، هيجيب لك لاعب تالت خالص. وطبعا مش هتقدر تتعلم تغير الاشارة لو انت باصص على الكورة، انما لو باصص على الملعب كله هتبقى شايف تمركز فريقك، فهتتعود عليها اسرع، ولما تتعود عليها هتلاقي نفسك مش بتغلط في الاشارات، ولما تتعود اكتر واكتر هتلاقي نفسك بتغير الاشارة على اكتر من لاعب في جزء من الثانية، وبكده تبقى انت قدرت تعمل سويتشات سريعة اللي طول عمرك بتسمع عنها بس مش بتقدر تستخدمها. وخلي بالك اللي شرحتهولك ده اهم مهارة في الدفاع، واسمها سويتش اكيورسي اللي هو دقة التوجيه. اما بقى بالنسبة لتغيير الاشارة بالL1، لازم تبقى فاهم ان تغيير الاشارة بالL1 ليها توقيت معين بنستخدمها فيه، مش بنقعد نغير الاشارات بالL1 طول الوقت. كم مرة صديقي وانت بتلعب قدام حد قوي تيجي تعمل باص تلاقيه مغير الاشارة بسرعة، واللاعب بتاعه هو اللي بياخد الكورة، وبتفضل تقول لنفسك ده قاري كل لعبي وبيقطع الباصات حتى قبل ما توصل. والسر هنا يا صديقي بسيط جدا، هتدخل على الاعدادات على السويتشنج وهتخليها كلوز تو بول، يعني الاشاره بتتغير اوتوماتيك على اللاعب القريب من الكوره. انت بقى تستخدمها ازاي وامتى؟ لما تلاقي الباص بيتلعب من مكان لمكان بعيد كده كده مش هتلحق تغير الاشاره بالانالوج اليمين، ساعتها هتدوس دوسه واحده على الL1، الكمبيوتر هيجيب لك الاشاره على اللاعب القريب من اللاعب اللي هيستلم الكوره، وبعد ما تدوس الL1 تجري في اتجاه الكوره. هنا لاعب الخصم واقف مستني الباص، في المقابل انت خليت اللاعب بتاعك يسبقه،
وحبيت افكرك ان يوم الجمعة الجاية 25/7 هتنطلق بطولة الدوري اللي انا منظمها. فالحق سجل دلوقتي، والتفاصيل كلها هتلاقيها على صفحة الفيسبوك، واوعدك انك هتشوف بطولة عمرك ما شفتها قبل كده. ولو اللي شفته النهارده قلب لك مفهوم الدفاع فاستنى لسه، ده مجرد الجزء الاول، لاني هنزل لك الجزء الثاني يوم الجمعة وهقول لك فيه اسرار اكبر واخطر. فاستعد علشان انت هتشوف حلقة مرعبة. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك اللي شفته فانا استحق لايك محترم واشترك في القناة عشان تشوف كل الحلقات اللي جاية. والسلام.